نخفف الدنيا شويه في الاسئله. نخفف الدنيا شويه في الاسئله. انت المفروض انت مذاكر كويس حرف حرف، هاتهالي بقى. كل ما ردوش عليا دول هتوصل بهم في الشفوي الفتره الجايه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نغم معايا الو. نغم معايا. معاك مستر محمد رسلان. اخبارك ايه؟ ايه مستر محمد، الحمد لله كله تمام. كله تمام. ما تخافيش. جاهزه للامتحان بكره؟ جاهزه بس لسه ما ذاكرتش يعني. ليه؟ عايزك الاسئله المفروض الشرح الدنيا تمام، والشرح نازلك على الابلكيشن وعلى الجروب. بس انا يعني حافظه من الحصه اللي فاتت، كنت حافظه الدرس كله. يعني حافظه الدرس كله جاهزه يعني؟ يا حاجه. طيب ماشي، هسألك سؤال كده معاك 10 ثواني، لو عرفت تجاوبيه استني جايزتك الحصه الجايه ان شاء الله باذن الله. ماشي تمام. محمد علي تمام عمل نظام الاحتكار صح؟ عمله في الزراعه وعمله في الصناعه وعمله في التجاره صح؟ طيب عشان يبني ويعمل دولة تبدأ ينافس بها الدول الأجنبية. عشان يبدأ إن هو ينافس بيها الدول الأجنبية صح؟ طيب إيه هو الإجراء اللي محمد علي عمله أخد منه 6 سنين؟ منه 6 سنين؟ معاكي 10 ثواني. شاكك في الصناعة والتجارة. إيه؟ مش عارفة. إيه؟ طب إزاي أنت مش قلت أنت مذاكرة والدنيا تمام ومذاكرة من الحصة اللي فاتت؟ ها؟ وريني شطارتك. بس هو أنت قلت لنا فيها حاجة فيها 6 سنين أصلا؟ شغالي دماغك هتعرفي تجيبيها. وقتك خلص. جدعاني وشد شويه الامتحان بتاع بكره، عشان الامتحان بكره محتاج تشغيل دماغ شويه. شركة الزراعة والصناعة. في بقى حاجه في دول اخدت 6 سنين، اخدت من وقت محمد علي 6 سنين بالتحديد، فلو ذاكرت كويس ودورت عليها تعرف تجيبها بكل بساطه. ماشي. يلا مع السلامه. ماشي مع السلامة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عادل معايا. يا مستر. انت مسجل الرقم؟ لا صراحه. ما عرفت منين؟ ما هو بلعب في الكودر. ماشي. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ذاكرت الامتحان بكره؟ ان شاء الله. جاهز يعني؟ جاهز الحمد لله. طب هسألك كده سؤال لمدة 10 ثواني اشوفك كده مذاكر كويس قوي ولا لا. لا الحوار ده بيوترني. لا ما تخافش. انا حوار ال10 ثواني ده بيوترني، ما بعرفش اجاوب. لا ان شاء الله باذن الله تعرف تجاوب، ما تخافش. ولو جاوبت ليك جايزه. محمد علي اهتم بالاحتكار، عمل نظام اسمه نظام الاحتكار صح؟ النظام ده كان في الزراعه والصناعه والتجاره. ايه الحاجه اللي محمد علي عملها في الاحتكار واخدت منه 6 سنين بس؟ الحاجه اللي عملها في الاحتكار واخدت منه 6 سنين بس. الصناعه تقريبا على ما افتكر. لا مش الصناعه، ما هي كده يا التجاره يا الزراعه. طب حاجه عملها سواء ايا كانت ايه هي بالتفصيل، عايزها زي ما هي. ايه الحاجه اللي محمد علي عملها واخدت منه 6 سنين عبال ما خلصها؟ مش الصناعه يا الزراعه يا التجاره. ما اعرفش. انت المفروض انت مذاكر كويس حرف حرف، هاتهالي بقى. معاك 10 ثواني. شركه يا الزراعه يا التجاره. ما احنا لو قلنا الزراعه كان بيشوف الفلاح كان عاوز ايه، وكان بيديله الموارد، وكان بيشوف دنيته، وكان جايب مدرسين من بره وعمل مدرسه الزراعه، فهي تقريبا مش الزراعه، هتبقى التجاره. ما اعرفش. اخر جواب. هتبقى التجاره. لا مش الزراعه. وقتك خلص واجابتك مش مقنعه. جدعا وذاكر وشد عشان الامتحان بكره تقيل. حاضر. يلا باي.